ده طار واحنا ما بنسيبش طارنا بره ولازم يرجع لنا. دي المباراه اللي لازم تقول عليها لينا حاجه عندكم جايين ناخدها. مباراه مصر والسنغال في نص نهائي كاس 2025 مش مجرد مباراه عاديه والسلام، لا دي مباراه رد الاعتبار، المباراه اللي لازم منتخب مصر يخش فيها بدوافع كبيره جدا، خصوصا بعض لاعبي الجيل ده، الجيل اللي خسر البطوله قبل كده من نفس المنتخب، الجيل اللي خرج من كاس العالم برضه من نفس المنتخب ده. علشان كده هي مش مجرد مباراة نص نهائي والسلام، لا مش مجرد مباراة هتكسبها علشان توصل للنهائي، دي مباراة رد الاعتبار وده كشف حساب. وطبعا ده كله كلام يديك حافز كبير، ولكن ارض الملعب فيها كلام تاني. ارض الملعب بتقول ان منتخب السنغال عنده عدد محترفين كبيره جدا، منتخب من بدايه البطوله ما خسرش اي مباراه، من بدايه دور المجموعات فاز على بوتسوانا 3، اتعادل مع الكونغو، كسب بنين 3، بعدها واجه السودان كسب 3 برضه، ثم واجه منتخب مالي وكسب بنتيجه 1-0، والمنتخب المالي كان ممكن يسجل وكانت مباراه قويه جدا. يعني المنتخب السنغالي من بدايه البطوله عنده عناصر قادره تخليه متفوق في جميع المباريات اللي شارك فيها، وبالنتائج اللي قدمها دي بتقول ان منتخب مرشح بشكل كبير جدا للقب بالعناصر واللعيبه المميزه جدا اللي عنده. ولكن بقول لك ده كشف حساب، لازم نفوز، يعني لازم نفوز، مفيش كلام تاني. لو اتكلمنا عن اخطر لعيب المنتخب السنغالي، الخطوره مش في لاعب واحد بس، الخطوره في منظومه واكتر من عنصر قادر يحدث الفارق في الملعب ويقدم اضافه مختلفه في اي وقت وفي اي زمان. وفعلا لعيبه قدمت اضافه بشكل كبير جدا للمنتخب السنغالي في النسخه الحاليه، ويمكن اللعيبه دي اول مره تتالق مع المنتخب السنغالي عكس ساديو ماني، مندي، وكمان كولوبالي، غير الثلاثي ده اللي كلنا عارفينه طبعا. ولكن نيكولاس جاكسون لاعب من اول مباراه بيقدر يسجل هدفين، مهاجم خطير حاليا بيلعب في بايرن ميونخ، ولكن هو مهاجم فعلا لازم تعمل له حساب، بيضيع بس مهاجم خطير وتحركاته خطيره جدا، ولازم يكون في رقابه قويه جدا عليه. اما اللاعب الثاني هو شريف نضاي، اللاعب ده مميز جدا بيلعب في الدوري التركي، فعلا امكانياته عاليه فرديا، لاعب سريع مهاري حريف بيقدر يسد بشكل هايل جدا وسجل هدفين في البطوله حتى الان. اما بابي جاي واحد من افضل لعيبه خط الوسط، لاعب مميز برده وكورته كويسه وبرده سجل هدفين في البطوله، فلازم نعمل له حساب. بالاضافه طبعا زي ما قلت لك ساديو ماني حتى لو ما كانش بيقدم نفس المستوى اللي كان بيقدمه من موسم واثنين وثلاثه، ولكن سيظل ساديو ماني لاعب خطير ولاعب خبره وعنده امكانيات تقدر في اي وقت تحدث الفارق للمنتخب السنغالي في الملعب. قبل كده امام عاشور كتفه، بس لا الموضوع المره دي في متغيرات كتير، منتخب عنده نزعه هجوميه، منتخب يتفوق بشكل كبير جدا على المنتخب الايفواري اللي انت قدرت تقصيه من البطوله او اقصيته او خرجته من البطوله، يعني المنتخب اللي كان حامل اللقب النسخه اللي فاتت. ولكن منتخب مصر عمل جيم تكتيك هايل جدا، الكابتن حسام حسن قدر يحجم جميع عناصر القوه في المنتخب الايفواري، ولكن المنتخب السنغالي عنده نقاط قوه كبيره، انه مثلا مميز جدا في العرضيات، عنده لعيبه بتطلع بارتقاء وتوجيه مميز جدا، اطوال اقوياء، لعيبه مسددين هايلين من خارج منطقه الجزاء ورجلهم قويه جدا، فرديا اللعيبه في الواحد على واحد هايلين. ولكن هتقدر توصل، لان مالي قدرت توصل واكتر من فريق قدر يوصل، وحتى المنتخب السوداني سجل هدف عالمي في السنغال في البطوله دي. علشان كده لازم يكون في تنظيم دفاعي بشكل مثالي بالنسبه للمنتخب المصري. في المقابل بقى منتخب مصر عنده 3 محترفين فقط او 2 محترفين وربع زي ما قال الكابتن حسام حسن، ولكن في البطوله حتى الان تقدر تقول عندنا محترفين فقط، صلاح ومرموش. غير كده معظم اللعيبه محليه، ولكن لعيبه عندها خبرات كبيره، لعيبه بتقدم مستوى كبير جدا في البطوله حتى الان، وقدرت تخرج منتخب الايفواري اللي هو عنده او جميع لاعبيه محترفين. ففكره انك تراهن على اللعيب المحلي، لا اللاعب المحلي قدر يفوز بثلاثه افريقيا واحنا واثقين فيهم بشكل كبير. في البطوله دي حتى الان اكتر من لاعب قدر يظهر بشكل مميز جدا زي حمدي فتحي، ياسر رامي، حتى مروان عطيه ومحمد حمدي قبل الاصابه، وطبعا في الخط الهجومي مرموش، صلاح تاني هداف البطوله، وكمان امام عاشور اللي قدر يتالق المباراه الاخيره وقدر يصنع هدفين امام المنتخب الايفواري. فانت هنا مش بس بتراهن على امكانيات لعيبتك، انت بتراهن على الدوافع اللي عندهم، اللي لازم يكون عندهم دوافع كبيره جدا علشان يفوزوا بالمباراه دي تحديدا. المنتخب السنغالي فاز علينا وخد مننا افريقيا قبل كده، المنتخب السنغالي في نفس السنه خرجنا من تصفيات كاس العالم، وكلنا كنا منتظرين المباراه تتعاد، وفرج عامر طلع قال لك المباراه تتعاد واديها بتتعاد. يلا بقى نشوف رجاله في الملعب، يكون عندكم دوافع كبيره ان احنا نقدم حاجه ان شاء الله في البطوله ونقدر نوصل للنهائي، وبعد كده نفكر نشوف هنعمل ايه. ولكن دي محطه مهمه جدا بالنسبه ان المنتخب السنغالي ليه نطار عندهم، بالنسبه للمنتخب السنغالي اقوى كتير من المنتخب الايفواري، بالنسبه ان 70% من اللعيبه الموجوده في القائمه حاليا مش هتكون موجوده في كاس الامم اللي جايه، فدي بالنسبه لهم اخر فرصه
انهم يعملوا تاريخ كبير للمنتخب مصر ويفوزوا ببطولة كأس الأمم، علشان بعد ما يعتزل أي لاعب فيهم يقول إنه معاه بطولة قارية أو دولية مع منتخب مصر، وده بيفرق كتير جدا بالمناسبة. أما بقى لو اتكلمنا عن دور الكابتن حسام حسن في البطولة حتى الآن، لا بصراحة ما كناش متوقعين ده تماما. يمكن مش بنلعب أفضل كورة، دايما ورا الكورة، دايما بيلعب على التحولات، ولكن ده وصلك لنص النهائي حتى الآن، وقدرت تنافس في بطولة قوية جدا فيها عدد محترفين كبير جدا زي ما قال محمد صلاح بالظبط. وانا شايف ان اللاعب المصري لو خد دوافع وقدر يثق في نفسه في الملعب يتفوق على اللاعب الافريقي عادي جدا، وده حصل كتير، خصوصا لما يكون عندك طار بقى، فالموضوع بيكون فيه متغيرات كتير جدا واللعيبه بيكون عندها دوافع كبيره. وانا ان شاء الله واثق ان احنا هنقدم مباراه قويه جدا امام المنتخب السنغالي. المهم تكون مركز في الملعب، تشتغل على التحولات زي ما كنت بتعمل، في التحولات تكون سريع، يكون في جمله بتتعمل نوصل بها للمرمى. وطبعا مرموش بيستغل المساحات افضل استغلال، وحتى الان مقدم بطوله هايله، فلازم يكون في تركيز كبير جدا في المباراه دي تحديدا. بعد كده نفكر هنلعب بقى نيجيريا، المغرب، نفكر بعد كده هنعمل ايه. ولكن مباراه السنغال دي مهمه بالنسبه لكل الشعب المصري، لكل الجماهير المصريه. ده طار واحنا ما بنسيبش طارنا بره، ولازم يرجع لنا، ودي فرصه جات لنا في نص نهائي نخرجهم، الناس اللي نخرجهم من البطوله، وان شاء الله نكسب البطوله وتكون تاريخ كبير جدا لجيل كان فعلا يستحق انهم يكونوا ابطال كاس الامم الافريقيه. كلنا متفائلين، كلنا شايفين ان احنا ان شاء الله نقدر نقدم حاجه كويسه في البطوله دي. لو توقعنا تشكيل منتخب مصر في مباراه السنغال، فانا بشوف ان محمد الشناوي اكيد هيكون في حراسه المرمى. اتمنى يكون مركز بشكل اقوى، لان مباراه الساحل العاج او كوت ديفوار كان الموضوع فعلا مش افضل حاجه. ثلاثه في قلب الدفاع: ربيعه، ياسر، حسام عبد المجيد. حسام مهم لانه عنده طول مميز جدا، ويقدر يكون موجود في الضربات الرأسية أو الكرات العالية، فدي هتحد بعض الشيء من خطورة المنتخب السنغالي. أربعة في نص الملعب: ناحية اليمين هاني، ناحية الشمال فتوح. اتنين في قلب الملعب: حمدي فتحي ومروان عطية. قدامهم إمام اللي قدم مباراة قوية جدا أمام المنتخب الإيفواري، قدامه مرموش وصلاح، وده تقريبا نفس تشكيل المباراه الاخيره. اتمنى منتخب مصر يكون مركز، عندنا عناصر جيده جدا على الدكه ينفع نستعين بيها، زي مهند لاشين في نص الملعب، زي شحاته، زي تريزيجيه، زيزو. عندنا اكتر من عنصر يقدروا يقدموا اضافه لو شاركوا من على مقاعد البدلاء. وانا ما كنتش حابب ان تريزيجيه يبدا المباراه دي لانه راجع من اصابه، وفعلا كان واضح جدا انه كان بيلعب مصاب المباراه الاخيره، فاتمنى يكون اجهز. تريزيجيه يمكن ما قدمش افضل حاجه في البطوله حتى الان، بس سيظل تريزيجيه سيظل قادر يصنع الفارق في المباريات الكبيره والقويه. وان شاء الله على عهد يا تريزيجيه، وان شاء الله تسجل هدف المكسب لو شاركت باذن الله. مصطفى محمد دوره مهم جدا، وورقه لازم الكابتن حسام حسن يفكر فيها ان شاء الله. وهنشوف مجريات المباراه هي اللي هتقول محتاجين مين في الملعب، مين اللي يقدر ينزل يقدم اضافه. وان شاء الله منتخب مصر يكون في نهائي كاس الامم الافريقيه 2025، البطوله اللي ان شاء الله نفوز بيها، ويكون تاريخ كبير جدا بالنسبه للجيل ده اللي وصل نهائيين قبل كده، وللاسف خسرهم، واحد امام الكاميرون والتاني امام السنغال. وحاليا احنا مع السنغال في نص النهائي، كسبنا هنلاعب نيجيريا او هنلاعب المغرب. ان شاء الله نقدم مباراه قويه، كلنا الثقه فيكم يا رجاله، وباذن الله مصر في النهائي وفايز باللقب. قول لي بقى في الكومنتات تحت رايك في التشكيل المتوقع بالنسبه لمنتخب مصر. هيبدا بمين الكابتن حسام حسن النهارده؟ طريقه اللعب هتكون عامله ازاي؟ انا شايف انه هيلعب على التحولات زي ما كان بيلعب، استغلال سرعات مرموش وامام عاشور والضغط اللي بيضغطوه بشكل ايجابي جدا. بس اتمنى يكون في جمله ملعوبه. طبعا الضربات الركنيه حتى الان مميزه جدا بالنسبه للكابتن حسام، قدرنا نسجل بها امام بنين من ياسر ابراهيم، قدرنا نسجل برضه امام المنتخب الايفواري المباراه الاخيره من رامي ربيعه، فدي حاجه مهمه برضه. كل التوفيق لمنتخب مصر. توقع نتيجه المباراه في الكومنتات تحت، هستنى الكومنت بتاعك. القناه دي لسه مش شغاله ربح، فاتمنى تعمل لايك وتوصل الحلقه دي لاعلى عدد من الناس، وان شاء الله ترجع للربح مره تانية ونحاول نقدمها. يعني استنى الكومنت بتاعك لانه مهمني جدا. واخيرا اتمنى توحد الله وصلي على النبي واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على الفيسبوك اللي اسمها طوفان بلس، او حتى طوفان اهلاوي، بنتكلم كتير جدا في الكوره هناك، فخش اعمل لايك وفولو وتابع كل جديد. نتقابل بخير يا صديقي، سلام.